سبايدر مان في المونديال. بعد ما الإكوادور شاركت في كأس العالم لأول مرة في 2002 وخرجت من الدور الأول، رجعت عشان تشارك في ألمانيا 2006، والقرعة وقعتها في مجموعة صعبة مع أصحاب الأرض وبولندا وكوستاريكا. لكن الإكوادور فاجأت الكل وكسبت بولندا في أول ماتش 2-0، وبعديها كسبت كوستاريكا 3-0 عشان تضمن التأهل لدور ال 16 لأول مرة في تاريخها. لكن ماتشها مع كوستاريكا هيفضل في أذهان الناس مرتبط بالهدف الثالث اللي سجله إيفان كافيديس، وبعدها عمل احتفال أيقوني في كأس العالم لما كان شايل ماسك سبايدر مان معاه، وبعد ما جاب الهدف لبس الماسك واحتفل بيه. لكن في الوقت اللي كان العالم فاكر فيه إن الاحتفال ده مجرد احتفال دمه خفيف، كان كافيديس قصده بيه حاجة تانية خالص. مهاجم الإكوادور أوتيلينو تينوريو توفى في حادثة عربية وهو عمره 25 سنة. تينوريو كان بيلعب في فريق الناسيونال والمنتخب، وكان بيحتفل بأهدافه دايما بأنه بيلبس ماسك سبايدر مان ويرفع إيده جنبه، وكان اسم شهرته سبايدر مان. كافيديس كان مقرر إنه لو جاب هدف في كأس العالم هيقلد احتفال تينوريو، وقدام كوستاريكا سجل وعمل الاحتفال عشان يخلد ذكرى زميله. بعد الماتش كافيديس قال إن أوتيلينو معانا من السما، كان صاحبنا وزميلنا وجزء منا، كان هو اللي بيفرحنا والنهارده كلنا عايزين نفرحه. الإكوادور خرجت من دور ال 16، لكن احتفال سبايدر مان فضل تاريخي في ذاكرة المونديال. في لعيبة كتير قلدت نفس الاحتفال في الدوريات زي أوباميانج مثلا عمله مع بروسيا دورتموند، لكن قصة كافيديس وتينوريو فضلت هي القصة الأجمل.